بنيت القلعة بحجارة بازلتية سوداء لتوفرها في المنطقة، مع وجود حجارة كلسية بيضاء على بعض الفتحات والمداخل، وذلك لسهولة تثبيتها وللتنظيم الجمالي. ولعل بناء القلعة على ذاك التل الشاهق الارتفاع يعود لأسباب دفاعية بحتة، وقد يكون لتسهيل اتصالها مع بقية القلاع بإشرافها من ذلك الموقع، وذلك في حالات الهجوم وغيره، حيث كانوا يشعلون النار في إحدى القلاع فتدرك بقية القلاع المطلة عليها الخطر وتقوم بالاستعدادات للدفاع. ونلاحظ في برج المدخل وجود جدران مزدوجة لحماية البرج من الانهيار، كما ويستخدم الفراغ الفاصل بين الجدارين لصب الزيوت فوق المدخل عند التعرض لهجوم. أما وجود ممر منحدر على يمين جدار المدخل يتجه نحو الجنوب، فيرجح أنه ممر العربات إلى الإسطبلات الموجودة في الجهة الشرقية. الفتحات التي نلاحظها في الأسقف في بعض القاعات وخصوصا الأبراج كان من أجل نقل الصوت بين طابق وآخر ونقل الماء والمؤن، وللإنارة العلوية في حال عدم وجود طابق في الأعلى، وللإنذار السريع وطلب العون. إن الأبراج 14 أخذت الشكل الدائري لعدة أسباب. أولا، لمتانة هذا المقطع إنشائيا، ولأنه يؤمن إشرافا أوسع وأسهل، ناهيك عن التأثر بالعمارة الصليبية. ومثلها كمثل جميع القلاع الصليبية، بنيت القلعة على أطلال مستوطنات قديمة يتراوح تاريخها ما بين القرن الأول والثاني الميلادي مرورا بالعهود اللاحقة. وقد تم ذكر القلعة في المصادر العربية عام 1047 ميلادي. ذكرت المصادر التاريخية أن أول من بناها هو شيخ القبائل العربية الجبلية رشيد الدين بن سنان. ومهما يكن من أمر البناء، فإن قلعة المرقب كانت قائمة عند دخول الصليبيين إلى البلاد، ويذكرها أحد الكتاب اليونانيين بين عدد من المواقع الحصينة على الساحل التابعة للمسلمين، والتي حاول البيزنطيون احتلالها عام 1104 ميلادي أثناء غزوهم الساحل، مما يؤكد وجود القلعة السابق للاحتلال الصليبي.
بعد سيطرة الصليبيين على الساحل السوري قاموا ببناء عدد من القلاع والحصون وفق مخططات وأساليب معينة في المواقع الاستراتيجية الهامة. وبقي الصليبيون في قلعة المرقب 168 عاما، حيث سقطت بيد السلطان قلاوون الذي استخدمها كمركز للحركات العسكرية ضد الصليبيين